الإسكندرية تقدم زي النهاردة. تاريخ من الماضي بساعة اليوم، كان فيها أحداث تحتاج ألبوم نحكيها في وقت يعدي قليل، لكن فايدته لسنين حتدوم. زي النهاردة. كلمات المقدمة إهداء الشاعر أحمد الحملة. زي النهاردة إبراهيم عبد العزيز، أماني أبو الصعود. أهلا بكم أصدقائي، وجولة جديدة مع بعض أحداث كانت زي النهاردة 20 أكتوبر. زي النهاردة 20 أكتوبر عام 1827 معركة نفرين البحرية، وفيها أساطيل إنجلترا وفرنسا وروسيا تحاصر سفن الأسطولين المصري والتركي الراسية قرب مدينة نفرين اليونانية، وتطلق عليها النار غدرا وتقضي على الأسطولين معا في انتصار رخيص وحقير. كان حسن الإسكندراني قائدا لإحدى السفن في هذه الموقعة، وقد لقب حسن باشا الإسكندراني بأمير البحر. كان من أعظم قادة البحرية في تاريخ مصر. ولد بالإسكندرية في أواخر القرن الثامن عشر. التحق بمدرسة المشاة بالخنكة، ثم تخرج في الكلية البحرية بفرنسا، وأبلى بلاء عظيما في معارك الأسطول المصري ضد أساطيل اليونان وإنجلترا وفرنسا وروسيا، خاصة في معركة نفرين وحرب القرم. وحسن باشا الإسكندراني هو رائد التطوير الحديث للأسطول المصري، وصاحب الفضل الأكبر في تحصين الشواطئ وإرساء فنون السفن، وقد فضل الاستشهاد على التخلي عن سفينته الغارقة في البحر الأسود في شهر أكتوبر من عام 1854. عام 1951 القوات الإنجليزية تلقي القبض على بعض الموظفين وضباط الجيش والشرطة بدعوى أنهم غير مرغوب فيهم، والدوريات الإنجليزية المسلحة تجوب شوارع مدن القناة. تدفقت القوات البريطانية من قبرص وطرابلس، وتوقفت المواصلات تقريبا بين منطقة القناة وباقي الوطن، مع تفتيش الداخلين والخارجين من مدن القناة. وبذلك تم عزل منطقة القناة، ولم تفعل الحكومة شيئا سوى دفع بعض جنود النظام المصرية إلى منطقة القناة لمساعدة البوليس المحلي على حفظ الأمن. زي النهاردة إبراهيم عبد العزيز، أماني أبو الصعود.